وحشتيني يا فاطمة أوي، وحشتيني والله أقسم بالله. روحك جنبي وحاسة بيا، والله روحي معاك يا روحي والله ما هيوجعني ولا وجعني في الدنيا قد فراق. وحشتيني يا غالية والله، أطهر الناس يا فندم، أطهر إنسانة ممكن تشوفها عليك وأطيب قلب. مش بشرية دي ملاك والله. سامحيني يا فاطمة والله ما كنتش انام، بس طب كانت تيجي تصحيني، كانت على طول بتيجي تصحيني وترازيني. اشمعنى المرة دي يعني؟ خطر ايه في دماغها وراحت فين؟ مين اللي كلمها؟ مين اللي خدها؟ امها فين وامي فين والناس فين؟ تتظلم الظلم ده ليه؟ لا ما شافتهاش وهي بتفرفر في ايديها او اي حاجه كانت ترحمها لوجه الله الكريم، ترحم قلبي اللي مش راضي يبطل فيه عذاب. والله عارف انها في الجنه، لان اللي زي دول اتخلقوا للجنه ورايحين الجنه. اللي زي دول ملايكة على الارض ما يستاهلوش يعيشوا في وسط شياطين. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اذاك يا فاطمة، وكسر قلبي عليك. اخر كلام كان ما بينا لما جبت السحور، السحور ما كفناش وكنت انا وهي اللي بنجيبه. جبت سحور بحوالي من 360 جنيه وقعدت اقول لها انجز ايه، قالت لي كده كفايه هيكفي. ولما السحور ما كفاش زعلت منها ودخلت جوه، على اني يعني اتحرجت عشان عروستي وامها وكده. وامها والله اكلوا وقعدوا يقولوا لي ده باقي مننا اكل وتعالى كل. بس انا بقى دخلت جوه المطبخ على اني زعلان، لقيت جايه ورايا فبتقول لي ما تزعلش، قلت لها مالكيش دعوه بيه. خدتني وطلعت، دخلت هي وامها جوه على السرير. انا حسيت ان انا كلمتها بس مجرد الكلام وجعتها، رحت رديتها قدام امها وبست دماغها قبل ما أروح. ف طنط ام خليل طلعت علشان تصحي خالو محمود، صحت خالو محمود ما لقيتش بطه في البيت. قالت فين بطه فين بطه، قعدنا ننادي يا بطه يا بطه يا بطه، وخالو محمود ينادي وندور في البيت وندور في البيت اللي تحت وعند الترعه. قعدنا ندور كتير وننده يا بطه بصوت عالي، بطه ما بتردش. بعد كده طلعنا فوق، خالو محمود طلع فوق لقاها فوق، صوت وقام قايل الحقي يما بطه ماتت بطه ماتت. شهد طلعت مش خالها محمود. امال هي مين دي؟ واحدة غريبة عن العيلة. دي بنت هيثم جوز نجلاء، يعني بنت جوز اخت محمود، بنت هيثم من واحدة تانية خالص. كانت بتقوله يا خالي محمود ليه؟ عادي، ما هو في الأرياف وفي الصعيد الغريب بيقول لأي واحد يا خال ويا عم. الكلام ده كانت بتقوله فاطمة وأخو فاطمة، كانوا بيقولوا بتغير عليه جدا، وكانت بتتصل بيه كتير، وكانت بتتضايق من فاطمة وهي بتتكلم مع محمود. علاقة شهد بمحمود كانت علاقة، واحنا قلنا ما في واحدة بتحضن خالها بالشكل ده، وكمان ما فيش واحدة بتدافع عن خالها بالطريقة دي، وما فيش واحدة بتغير من خطيبة خالها بالطريقة دي. طب يا حضرات، انتم فاكرين لما خليل كان بيقول في لقاء محمود وشهد انها كانت بتغير عليه جدا وبتخاف عليه من فاطمة، عاملين زي المتجوزين؟ قالت ام فاطمة يا واد يا خليل انت بتسجل كلامك، انت بتسجل، خد بالك انت اللي بتدافع عنهم يا ام خليل، مش محمود مش خالها لازم. وكانت في علاقة غريبة ليه سكتي وما قلتيش ان محمود ده مش خال شهد؟ والعلاقة اللي الناس كلها بتتكلم، وهي اللي خلت خليل يتكلم ويقول ان شهد كانت بتغير وكانت بتتخانق على طول مع فاطمة لما محمود كان بيروح لها. وقبل كده ام فاطمة قالت ان شهد اتصلت بيهم وقالت لها كل ده قاعد عند فاطمة، ايه اللي يخليه تبات عند فاطمة وابو فاطمة؟ وام فاطمة قالت في كلامها ان شهد دي عمرها ما كانت صاحبة بنتي، ولا بنتي كانت بتحب تقعد معاها. طب ليه بقى ان شهد قعدت في تحقيقات النيابة وقالت انا بحبها دي صاحبتي وبقعد معاها وهي بتقعد معايا واسرارنا كلها مع بعض؟ وكل الكلام ده غلط. ربنا يسامحنا لما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة عن علاقة شهد ومحمود انها مش طبيعية.
الناس قالت حرام عليك وكده، وهو طلع مش خالها، وكل اللي توقعناه كان صح. طب فاكرين الحضنين اللي خدهم محمود النظرة واللمسة اللي عملتهم شهد لما محمود كان بيتخانق مع واحد وقال له إن سرقهم واتسرق 300,000 جنيه؟ الكلام ده هي في واحدة بتحضن خالها بالشكل ده وبتغير قوي كده على خالها؟ كانت عايزة تفركش الجوازة، وكانت كمان مرفوضة من المدرسة والجيران بيأكدوا الكلام ده. شهد كانت بلطجية وشوارعية في المدرسة. كمان شهد كان عليها 1000 علامة استفهام. كانت على طول بتتصل بمحمود كل دقيقة وكل ساعة وهو عند فاطمة، قاعد ليه ورحت فين وبايت عندهم ليه. وده اللي خلى خليل يقول عنهم كأنهم متجوزين بالضبط. ساعتها ام خليل زعقت وقالت له انها انت بتسجل، خد بالك من كلامك، وليه بتقولي كده يا ام خليل؟ خايفة من ايه؟ شهد هي اللي صحتها من النوم وخدتها عشان تتفسح في الأراضي الزراعية. شهد هي اللي قالت البوستو تبكي وهي تعبانة جدا ومش قادرة. هي اللي قالت إن هي عندها بواسير، وكانت عمالة تعيط وتقول أنا تعبانة قوي ومش قادرة، عشان تلهي أم فاطمة عن عدم وجود فاطمة. أم فاطمة بتقول ساعة ما عرفت إن بنتي مقتولة محمود كان قدامنا، وأنا وأم محمود كنا مع بعض طالعين، واللي كانت ورانا ومش شايفاها هي شهد، واللي ما كانتش ظاهرة خالص دعاء، واللي دخلتها غرفة الأطفال هي شهد برضو. يبقى اللي في الشقة محمود ودعاء وشهد ومليون خط. كمان اخوات محمود عبد الله وحمادة وسيد لما قالوا رايحين يجيبوا الكيماوي ويا عالم راحوا ولا لأ، ولو راحوا مين اللي راح ومين اللي فضل، لأن لما محمود كان بيوصلهم بالموتوسيكل أكيد الموتوسيكل مش هياخدهم كلهم عليه. برضو حطوا مليون خط على الكلام ده. كمان خطيبة عبد الله لما فركشوا الجوازة بعد اللي حصل، خطيبته قال لا أنا هكمل. طيب هتسكني في نفس البيت اللي اتقتلت فيه صاحبتك؟ طيب ليه هتكملي؟ ولا في ايه؟ ولا خايفة من ايه؟ كمان مش ملاحظين يا حضرات ان ابو محمود مش ظاهر خالص موجود معاهم ولا لا؟ وكان في ساعة ارتكاب الجريمة، وسمعنا ان المحامي بعد 15 يوم بعد العيد هيتفتح التحقيق من جديد، وهيستخرجوا الجثمان من تاني عشان حاجات تانية ناقصة ويستكملوا التحقيق. برضو في حاجة لاحظناها، ان في أوضة محمود في شباك موجود فيه، وبالشباك دوت بيبص على الشقة اللي اتقتلت فيها شهد. ايه اللي كلام ايه بقى نستنتجه من كل دوت؟ عادي لو شفتوا في فيديو ان محمود كان بيعيط ومقهور وحبيبتي ومش حبيبتي، والله عادي ممكن دوت يكون شغل تماسيح، ويكون محمود وشهد هم ورا الجريمة. برضك في نفس الوقت دعاء دي عيلة صغيرة، جسمها صغير أقل من 18 سنة ولسه والدة قيصري. بالعقل كده ازاي هتشيل وترمي جثة وتخنق وتكسر رقبة، وفي نفس الوقت برضك ترجع تاني تعدلها وتحطها على المرتبة؟ حاجة كتير عليها ان واحدة والدة قيصري وفاتحة بطنها تعمل ده كله من غير ما تتأثر ولا تتعب ولا يحصل لها اي حاجة. طيب بعد الكلام ده كله فين الدليل الجديد؟ احنا زهقنا من الموضوع ده، ومحمود ده شكله زي المدمن. تعليق من التعليقات بيقول طبعا الله يرحم فاطمة. ثانيا الموضوع غلط من البداية، لان احنا في مجتمع شرقي وتربينا وعشنا من ايام جدودنا حتى ان البنت ما تروحش بيت عريسها ولا عند اهل عريسها غير يوم دخلتها. كمان العريس ليه يوم واحد في الاسبوع يشوف عروسته، وكمان ما يطولش ويقول كون قاعد معاها مع اي محرم وبنلبسه لفرش الشقة وتنظف. اما اخوات العروسة هما اللي بيروحوا يعملوا الكلام ده كله. هو ده اللي اهلينا واخلاقنا وديننا بيقولوا. في حد بقى هيطلع يفتكس ويقول الزمن غير الزمن والجيل غير الجيل؟ هرد عليه واقول العيب لا في الزمن ولا في الجيل، لان المبادئ ما بتتجزأش. المبادئ واحدة، لا ليها زمن ولا جيل. دي قلة ايمان مع قلة رقابة وقلة تربية. المفروض ابو فاطمة وامها يكونوا تربوا على المبادئ دي ويكونوا يعلموها لأولادهم، مش ان هم رايحين يفطروا روحوا افطروا وامشوا بعد الفطار بساعة. يعني ايه البلد الدنيا ضلمت ومفيش مواصلات؟ طب ما هو ابو فاطمة سابهم ومشي، ما هو ابو فاطمة ساب ام فاطمة وفاطمة ومشي وركب مواصلات.
ايه يعني لو كان خد ام فاطمه وابو فاطمه، لكن ساعه القدر بيعمل بصر، هو قدرها ونصيبها، وكان هيحصل لها اي حاجه وكان هيحصل لها كده، وده قدر ربنا. بس برضو إيه، خلي بالكوا شويه من ولادكوا. مش كل واحده بنتها اتخطبت يلا يا حبيبتي والبت بتروح عند خطيبها عادي، بيت اهل خطيبها وبتقعد ومش عارفه ايه ورايحه جايه عليهم. الكلام ده كله غلط، الكلام ده كله غلط. راعوا الحكايه دي وكلموا مع بناتكم وقولوا لهم ما ينفعش، لازم ان انتوا تعززوا نفسكم كمان، علشان بعد كده ان مثلا لما تتجوز ما يقولهاش ده انت اهلك كانوا سايبينك مع اول خناقه، ده انت اهلك كانوا سايبينك رايحه جايه علينا، ده انت كنت على طول قاعده عندنا في بيتنا. وده اللي بيحصل ووارد. وهي المفروض درس فاطمه ده يعلم اي ام واي اب يخافوا على عيالهم اكتر من كده. ملكيش دعوة بالجيل الجديد، الجيل الجديد مش فاهم أي حاجة، لكن انتوا يا جيل يا قديم لازم تفهموا عيالكم ان ده غلط غلط غلط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.